كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح نحكي على برشلونة وقصة تسجيل اللاعبين والمعاناة في تسجيل اللاعبين في نادي برشلونة. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملونا لايك وتشتركوا بالقناة. بهذا الفيديو رح نشرح لماذا تعقدت عملية تسجيل اللاعبين في نادي برشلونة وكيف سيتمكن البارسا من الحصول على موافقة الليغا لتسجيل اللاعبين. نادي برشلونة أكثر من 48% من استديوهات النادي إلى شركتين مختلفين مقابل 200 مليون يورو. اتفاقية مع الشركتين تنص دفعة أولى من كل شركة 10 مليون يورو وثلاث دفعات من كل شركة 30 مليون يورو لكل دفعة. لكن الشركتين أجلوا دفعة 30 مليون يورو حتى نهاية العام، أي مجموع المؤجل 60 مليون يورو. هنا قامت الليغا بحظر 60 مليون يورو على البارسا، لم يتمكن دفعه، بالتالي عدم التمكن من تسجيل العقود اللاعبين. الخميس البارسا سوف يحصل على توصل اتفاق مالي، لم يتم حتى الآن تسريب تفاصيل الاتفاق عبر بيان رسمي. برشلونة سوف يحصل على 60 مليون يورو التي تم حظرها سابقا من قبل الليغا، وبالتالي سيتمكن البارسا من تسجيل عقود اللاعبين الجدد وأيضا عقود اللاعبين مثل جافي والراوخو وعديد من اللاعبين في نادي برشلونة. حل الذي واجهه خوان لابورتا هو شركة ألمانية سوف تشتري 16% من استديوهات البارسا، بحيث يتم خصم 8% من الشركة الأولى وأيضا 8% من الشركة الثانية، وستدفع هذه الشركة الألمانية على الفور مبلغ 60 مليون يورو، وبالتالي الليغا سوف ترفع الحظر عن مبلغ 60 مليون يورو وقبول تسجيل اللاعبين. هذا كان فيديونا اليوم عن قصة تسجيل اللاعبين في نادي برشلونة. ما تنسوا تعملونا لايك وشير وتعملونا اشتراك بالقناة، وهذا هو فيديونا اليوم، وألقاكم بفيديوهات قادمة.